ونروح للعاصمة الباريسية على الأراضي المصرية. خلينا نروح لمدينة السحر والجمال، خلينا نروح للإسماعيلية مع الزميل أيمن عبد العظيم، كان حاضر وسط الجمهور ونقل لنا ردود الأفعال الجمهور الإسماعيلاوي. يلا نروح لإسماعيلية. الإسماعيلية ومتابعة حصرية لبرنامج من المدرج مع صديقي أيمن هاشم. عدنا لصديق أحد الجماهير ومتابعين من هنا من محافظة الإسماعيلية نعرف رأيهم على مباراة منتخب مصر وأنجولا في بطولة أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وحظوظ منتخب مصر في الأدوار القادمة دور ال 16. في البداية كده من على اليمين بنرحب بيكم، أهلا بحضرتك. شايف مباراة مصر ومنتخب أنجولا بعد ما ضمان منتخب مصر الوصول الى دور ال 16، شايف ايه ورؤيتك للمباراه واداء منتخب مصر؟ والله هو المنتخب ناقص منه كتير، لعبوا بالبدائل ومش احسن حاجه، بس كويس جدا ولحقتهم فرص برضه ليهم ان هم يكسبوا. في الظروف الحاليه هو الراجل مريح اكتر من نص الفرقه، فلعب على قد الموجود والحمد لله النتيجه كويسه وفرقه كويسه. انجولا كان بتلعب بحماس على اساس ان هي لو اتغلبت طلعت خلاص. الكابتن حسام حسن الحقيقه فكر ايجابي. ليه؟ لانه تريح العناصر الاساسيه وفي نفس الوقت دفع بعناصر عشان تبقى جاهزه لاي احتمالات جايه. ممكن جدا اي لعيب من العناصر الاساسيه يصاب، يبقى اللاعب عنده ثقه. الحقيقه حسام حسن كان ايجابي في النقطه دي. لا انا شايف حظوظ المنتخب الوطني قويه جدا. المنتخب قدم اداء الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم كويسين جدا. مستوانا بيزيد ماتش عن التاني. انت اول ماتش لما لعبت زيمبابوي وكنت خسران 1-0، انت خلصت الماتش 2-1 بعد ما انت كنت خسران، فدي بتدي ثقه للنفس للعيبه. الماتش الثاني انت بتلعب جنوب افريقيا، منتخب كان داخل البطوله مرشح للفوز بطوله، كسبته يعني صعدت من ثاني ماتش، جمعت 6 نقط من ماتشين، فده انت كده حققت اللي انت عايزه. الماتش الثالث انت تخلصه بتعادل فانت توصل لاول مجموعه، ده بيدي ثقه وثقه للعيبه للمنافسين، خصوصا اللي لحد دلوقتي ما شفناش منتخب في البطوله كلها فارق. منتخب قوي، منتخب كل المنتخبات قويه، لكن كل دور بيختلف على الدور اللي قبله. انت هتلاعب المفروض ان انت هتلاعب المجموعه التاسعه اللي هي المغرب او مالي، فانت ممكن تلعب فرقه صاحب الارض فالجمهور يفرق معاه. مالي برضو فرقه مش هينه، مالي ليها تاريخ وليها اسم ولاعيبه كلها محترفه ولاعيبه قويه، فبالتالي انت حظوظك قويه جدا، بس لازم اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه. ما تفتكرش ان انت عشان وصلت لاول مجموعه اللي انت كده لا انا ممكن اخش ماتش هكسب اي ماتش. لا، انت هتخش الماتش الجاي اكنك لسه في اول ماتش، عشان اللعيبه بس محتاج مجهود، عشان المجهود في البطولات الكبيره دي ان